السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشروق شمس صباح يوم 25 من رمضان، وذلك اليوم وهو من أيام الوترية في ليلة القدر. تحري شمس ليلة القدر 25 من رمضان. فقد أشرقت الشمس صباح اليوم بهذا التوقيت، وذلك في مصر والبلاد العربية. فهل هي ليلة القدر؟ فقد نشرنا تغطية مباشرة للحظة شروق شمس يوم 25 من رمضان من كل محافظات مصر بعد انقضاء ثالث ليلة وترية من ليالي العشر الأواخر للشهر الكريم، وفي تمام الساعة 5:45 بتوقيت القاهرة أشرقت شمس اليوم الموافق 25 من رمضان 1446 هجرية، وذلك في مشهد مهيب سواء على ساحل البحار أو في من الحقول أو من أعلى المناطق. في الليالي الوترية يتحرى الصائمون العلامات والدلائل حول ليلة القدر، فضلا عن متابعة استطلاع شروق شمس صبيحة تلك الليلة المباركة أملا في بلوغها. ومن المعروف أن هناك علامات لليلة القدر، حيث يتابع العلماء والمهتمون برصد علامات ليلة القدر بحرص شديد، حيث من المعلوم أن شمس ليلة القدر تشرق دون شعاع، وتكون الأجواء هادئة مطمئنة، وهو ما يدفع المسلمون في مختلف العالم إلى تكثيف العبادة والدعاء والصلاة والذكر خلال الليالي المتبقية، أملا في إدراك الليلة المباركة التي هي خير من 1000 شهر. وقد دعا كل العلماء إلى استغلال هذه الليالي المباركة أو العشر الأواخر من شهر رمضان، وهناك بعض الأدعية الكثيرة، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: إذا وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ومن الأدعية أيضا: اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا فيها من المقبولين، واغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.